اهلا بكم وتحيه لكل عشاق كره القدم الوطنيه. ثلاث مواضيع رئيسيه غنعالجوها وغنتكلموا عليها في الفيديو ديال اليوم، واللي متعلقه اساسا بالاغلاق ديال ملعب محمد الخامس في وجه فريقي وداد والرجاء الرياضيين، اضافه الى اللاعب اللي كيفاوضوا فريق الرجاء الرياضي باش يضموا الى صفوفه قادما من فريق بيراميدز المصري ولو على سبيل الاعاره. وغنتكلموا على موضوع المهدي موهوب لاعب الفريق فتح الرياضي اللي الفريق الرباطي يفضل انه يسوقوا ويبيعوا الانديه الخليجيه او لفريق بيراميدز المصري وما يبيعش العقد ديالو لفريق الرجاء الرياضي. فبلا ما نطول عليكم، كما قلنا اول موضوع كيتعلق بملعب محمد الخامس اللي غيتم الاغلاق ديالو كما تعلن عليه في مجموعه من وسائل الاعلام الوطنيه، وتكلموا عليه ايضا المسؤولين داخل مجلس مدينه الدار البيضاء، على اساس انه يخضع لاصلاحات بمبلغ مالي مهم يقدر 24 مليار سنتيم. انا زعما استغرب، انا كابن مدينه الدار البيضاء استغرب واش كل مره خاص ملعب محمد الخامس يخضع للاصلاحات. فين الاصلاحات اللي كانت؟ فين المبالغ الكبيره والملايير ديال السنتيم اللي تخسرات على هذا الملعب هذا، ومع كل مره كيخصنا 3 سنين 4 سنين اجي نعاودوا نصلحوه. شكون اللي كيتضرر من هذا الشيء؟ راه باين، فريقي ولاد والرجاء الرياضيين. علاش؟ لانه الوداد والرجاء عندهم منافسات يلعبوا عليها وواجهات غيلعبوا عليها الموسم المقبل. الرجاء غتلعب على واجهتي البطوله وكاس العرش، والوداد عنده البطوله وكاس العرش وعنده عصبه الابطال الافريقيه والسوبر الافريقي. اذا ملي انت كتجي وكتعلق ملعب محمد الخامس بلا ما ندوي على خاص افتحاص والمال السايب وفي كنشوف فلوس ديال الاصلاحات، وكاين جمعيات اللي طالبوا بانه تفتح ملفات وتحقيقات في هذا الموضوع هذا. حنا خلوها في الجانب الرياضي. ملي انت غتحرم الوداد والرجاء من الملعب ديالهم، راه ما بقاش مبدا تكافؤ الفرص. هذيك الرجاء اللي غتلعب على البطوله وكاس العرش فينا مبدا تكافؤ الفرص مع الفرق اللي غتنافسها على هاد المنافستين. الوداد اللي غتلعب حتى هي على البطوله وكاس العرش ومسابقه ديال عصبه الابطال الافريقيه والسوبر، فينا هو مبدا تكافؤ الفرص مع الانديه المحليه والوطنيه اللي هي معنيه ولا غتكون معنيه بالتنافس على لقب بطل الموسم الكروي المقبل، ولا مع الانديه الافريقيه والقويه. غتقول لي راه لا كاين ملاعب ديال الرباط صعيب لانه كاين داك المشاحنات وكاين داك الجو المشحون ما بين الجمهور ديال الدار البيضاء والجمهور ديال مدينه الرباط. ملعب طنجه اليوم حتى هو تسد فيه اصلاحات باش يديروا فيه طابق ارضي وغيحفروا 5 متر في الارضيه ديال الملعب باش توسع قاعده الطاقه الاستيعابيه ديال الملعب. ملعب مراكش واش غيبغيو صعيب. راه الدار البيضاء ملعب العربي الزاولي ورفض المقاطعه ديال عين السبع انه رخص وداد الرجاء يصادفوا فيه المباريات ديالهم لدواعي امنيه. وبلا هذا الشيء واخا كاع تلقى راه لي روبير ديال ملعب محمد الخامس ماشي هما لي روبير ديال الملاعب الاخرى. اللاعب ديال الوداد ديال الرجاء كيكون تايق في نفسه اكثر، غتعطيه يلعب في ملعب اخر ويكون مع الجمهور ديالو راه باغي يحس براسو اريز بحال اللي غيحس براسو اريز في ملعب محمد الخامس. فالله يخليكم المسؤولين ديال الدار البيضاء، هاد الفرق تعديتوا عليهم بزاف، خصوصا واحد شويه الوداد، لان الوداد عنده منافسات قاريه وغيمثل المغرب، راه خصو يلقى نفسو في ظروف ديال المنافسه قويه. راه خصنا نعاونوا هاد الفراقي لانهم مقاطرات كره القدم الوطنيه، فعيب وعار كل موسم يبقاو يلقاو مشاكل من هذا النوع هذا. قلب الصفحه غادي نمشيو للموضوع الثاني اللي كيتعلق بلاعب ديال فريق بيراميدز اللي فريق الرجاء الرياضي مهتم بالتعاقد معاه. فريق الرجاء الرياضي دعم الصفوف ديالو مازال كيحاول انه يحل المشاكل الماليه اللي منعات التاهيل ديال اللاعبين ديالو في البطوله العربيه كاس الملك سلمان. وانا متاكد انه المسؤولين ديال فريق الرجاء الرياضي غادي ينجحوا في انهم يلقاو سيوله ماليه باش ياديو مبلغ ديال 600 مليون سنتيم تقريبا للسيتي العالمي، وبالتالي تم تاهيل اللاعبين اللي تعاقد معهم فريق الرجاء الرياضي واللي هم اساسا هاشم دومينيك، يوسف العمري، ادم النفاتي، اضافه الى اللاعب عبد الله خفيفي. ففريق الرجاء الرياضي باش يزيد يعزز الصفوف ديالو بلاعب اجنبي اخر، بما انه باقي عنده هذه الامكانيه هذه تنضم لاعب اجنبي اخر، فدخل في مفاوضات مع فريق بيراميدز المصري للاستفاده من خدمات اللاعب محمود صابر عبد المحسن. شكون هو صابر او محمود صابر عبد المحسن؟ ذكرتوا المنتخب المصري شارك في دورة الالعاب ديال اقل من 23 سنه اللي صادفها المغرب وتوج بها المنتخب الاولمبي بعد الفوز على المنتخب المصري بهدفين لهدف المباراه النهائيه. واللاعب رقم 7 اللي سجل الهدف الاول ديال المنتخب المصري والهدف الوحيد اللي سجلوه في المباراه قبل ما يطرد دقائق بعد التدخل ديالو الخشن في حق عبد الصمد الزنزوري. هذاك هو اللاعب اللي بغاوه فريق الرجاء الرياضي، لاعب شاب عنده 21 سنه، بدا المسار الكروي ديالو مع فريق نجوم اف سي قبل ما ينتقل لبيراميدز المصري. وبالنسبه لي لاعب جيد جدا لانه تبعت المنتخب المصري
والشوف مجموعه من المباريات اضافه الى اللاعب ياسر ابراهيم، ولا يمكن ابراهيم شي حاجه ما تذكرت مزيان، حتى هو لاعب مميز، لاعب رقم 10 ذكرتوه. في هادو كانوا ابرز اللاعبين بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. الى نجح في انه يتعاقد مع هذا اللاعب هذا، لاعب محمود صابر عبد المحسن على سبيل الاعاره، مع ضروره وضع الشرط يتيح لفريق الرجاء الرياضي انه ياخذ العقد ديالو بشكل نهائي مقابل واحد المبلغ معين. ما نخليوش تسالي الموسم باش نتفاوضوا، خصنا نحميو اولا خاص مسؤولين الفريق الرجاء الرياضي يحميو المصالح ديال الفريق ديالهم، ويديروا بوند عقد، في العقد يديروا بوند ديال الشراء بواحد الرقم معين تم الاتفاق عليه، باش حتى هاد اللاعب الى عطى الفريق الرجاء الرياضي وبان على انه مفيد وغيكون مفيد ليه في مواسم مقبله يتم شراء العقد ديالو بشكل نهائي. فهذا فيما يخص اللاعب اللي ديال كما قلنا محمود صابر عبد المحسن اللي فريق الرجاء الرياضي عنده نيه انه يتعاقد معاه. الموضوع الاخير كيتعلق بالمهدي موهوب لاعب فريق الفتح الرياضي، اللي اكيد انه المهدي موهوب يستحيل يرجع يلعب فريق الفتح. علاش؟ انا نقول لكم علاش. مهدي موهوب اللي لعب بالفريق ديال الرياض السلمي على سبيل الاعاره الموسم الماضي عنده مشاكل مع مكونات الفتح، لا طاقم تقني بقياده جمال السلامي، لا اداره، يعني جميع المسؤولين. هو ما يمكنش يلعب في الفتح، والفتح حتى هو عارفينه وعارفين انه جمال السلامي ما باغيش يرجع. فشنو خاصو يدير؟ خاصو يتبع العقد ديالو مزيان. الرجاء من الانديه المهتمه بالتعاقد مع مهدي موهوب لانه خاصه مهاجم اللي يقدر انه ربما يترجم الفرص اللي غيخلقها الفريق مستقبلا في منافسه البطوله ولا كاس العرش الى اهداف. قدموا عرض، الفتح ما بغاوش، علاش؟ الله اعلم. قال لك هما كيفضلوا يبيعوا لفريق اجنبي. ومال الرجاء؟ انت الفتح لو انك بحالك بحال الرجاء بحال اتحاد طنجه بحال الوداد تقول حقك، لانك لاعب ضربتي عليه تماره كونتيه، بيعوا في ما بغيتي تبيعوا وبالمبلغ اللي يناسبك. واحد عارفين اللي غيعطيو الوداد والرجاء ولا اتحاد طنجه ولا الجيش ما غيعطيش انديه، ماشي هو اللي غتعطيه عفوا انديه خليجيه ولا اجنبيه. ولكن انت الفتح لا، خاصك تطبق الانديه المحليه قبل الانديه الخليجيه ولا الانديه العربيه. علاش؟ لانك انت كتستافد من الدعم ديال الدوله، ما عندكش مشاكل ماديه، عندك السي دي جي، عندك شحال من شركه عموميه او نصف عموميه. انت اول فريق كيستافد من اللاعبين الاكاديميه محمد السادس واستفدتي منهم من بعد وسوقتيهم، لايف اكرادو، متصل الحتيمي، لا فاتي ولا يحيى طويله، لا فاتي ماشي ديالو. المهم مجموعه من اللاعبين اللي دازوا في الفتح ومشاو جاو من الاكاديمي ومشاو لايف اكراد بركه، شحال استفدتي منه ماديا. فعلاش انا ما غاديش نسوق نرفض البيع للانديه الوطنيه؟ الانديه الوطنيه اولى واحق، ومن بعد نستافد منها الا بعتو الانديه الخليجيه ولا اوروبيه فيما بعد. فانت الفتح ما مسموحش لك لانك استثناء وما عندكش مشاكل ماديه، حتى غدوي على مبررات ماديه راه ما عندكش مشاكل ماديه. كاين الفتح والجيش كيستافدوا من المال العام ديال الدوله بشكل مباشر، وعندهم يعني ناس ديالهم الله يعاونهم هذاك. ولكن نتوما ماشي ولاد وماشي الراجل اللي عندهم ديون وكيضربوا تماره المسيرين ديالهم باش يقلبوا على الفلوس وكيعولوا على الجمهور. فاساسا نتوما خصكم تعاونوا الانديه الوطنيه وماشي تعطيو اسلحه الانديه الاخرى اللي كتنافس على المستوى القاري. الجيش راه الجيش اليوم انا استغرب علاش وافقوا يبيعوا رضا سليم للفريق الاهلي المصري، وممكن رضا سليم يواجه الجيش ويكون سبب الاقصاء ديالها لا قدر الله، الشيء اللي ما نتمناوش. غتقول لي راه اللاعب ضغط وبغى والفلوس ومسائل ماديه، وانت راه عندك فلوس كفريق الجيش الملكي وعندك ميزانيه قاره طلع عليه بالحدث التوقيعي لانه نجم ديال البطوله هذاك. مساله لا تناقش، افضل لاعب الموسم الكروي الماضي مع جميع العيوب ديالو الموسم الماضي والمشاكل اللي تسبب فيها، خصوصا المسابقه ديال كاس الكاف والبطوله العربيه ديال كاس الملك سلمان. ولكن كيبقى ابرز لاعب وهو اللي جاب بطوله الفريق الجيش الملكي في اخر الدورات. فانت المفروض انك تبدل ليه العقد ديالو بظروف احسن وبشروط احسن، وما عطيش للاهلي سلاح اللي تضربني به ولا تضرب به الوداد في المسابقه ديال عصبه الابطال الافريقيه. فرجاء خصوصا الفتح عطيو اللاعبين او الاولويه للانديه الوطنيه، خصوصا اللي كتنافس على المستوى القاري لانكم ما عندكمش مشاكل ماديه. تحياتي اليكم والى لقاء اخر.